أهلا اليوم راح أسوي لكم أطيب كباب لحم عراقي بطريقة سهلة وسريعة. أول شي راح نحتاج نصف كيلو لحم مفروم، راس بصل كامل يكون صغير، يا أما تثرموه كلش ناعم أو تهرسوه، وراح نحتاج نصف فلفلاية خضراء، نص باقة معدنوس. راح نخلطهم كل زين. نضيف ملح حسب الرغبة، وإذا تحبون تضيفون نكهة ويا الكباب ضيفوا بهارات كبابة نص ملعقة شاي، ونضيف نص ملعقة شاي فلفل أسود. وبعدها راح نضيف 2 ملعقة كبار طحين أسمر، وبعد ما نخلطهم كل زين نخليهم يرتاحون من ربع ساعة لنص ساعة بالثلاجة، وبعدها نسوين على شكل أصابع، تجيبون أعواد الخشب وتلفلفون الكباب عليهن. وبعد ما نخلصهم نخليهم بالفرن على درجة حرارة 180 لحد ما يستوون من 30 دقيقة ل40 دقيقة، ويصير عندنا بهالشكل. طبعا اذا تحبون خلوا وياه خضراوات. طلعناها من الفرن نرش عليها سماق، طبعا الطعم والريحة تخبل وتاكلوها بالعافية.